العيد طبعا عمره ما هيحلى من غير خسارة النادي الوضيع اللي هو نادي ارسنال. النادي الوضيع خسر النهارده 2-0 في نهائي الكاس من مانشستر سيتي. عارف ايه اللي يضحكك؟ عارف اما تكتب الكذبه وتصدقها؟ كل الناس اللي بتشجع ارسنال كدبت الكذبه وصدقت. هل هي عشان بتكسب او ماشيه معاك فانت هتاخد الدوري وهتاخد الكاس وتاخد دوري الابطال وتاخد؟ لا طبعا مش تعمل كده. انت كان لازم تقف مع نفسك وقفه وتعرف قد ايه انت حجمك صغير. في وسط الماتش كده يا جماعه انا كنت حطيت بوست كده على البيج بتاعت فيسبوك لشكل مين بقى؟ شكل مروان سري وشكل محمد حسين راشد، الاتنين طالعين لايفات وعايزين يحفلوا بقى وبتاع ومش عارف ايه والكلام الحلو ده بعد خساره الاهلي امبارح. فقال لك ايه؟ تعالى يا عم ايه نشجع فريق وضيع اللي هو نادي ارسنال، والحمد لله الاتنين اتنكد عليهم ودي حاجه كويسه. ومعاهم كمان ايه؟ معاهم كمان ممدوح نصر الله. تقول لي هل انت فرحان فيهم؟ انا مش فرحان فيهم. الحاجه الوحيده اللي مخلياني ان انا فرحان فيهم عشان هم عارف انت ارسنال لما بتكسب عارف يعيشوا الدور، يعني بمعنى ايه؟ هنكسب ريال وهنكسب برشلونه وهنكسب باريس وهنكسب الليفر وهنكسب مش عارف مين. يا ابني اعرف حجمك، انت صغير قوي، انت صغير، انت مش فريق بطولات. انت ممكن تعمل لك ماتشين حلوين، 3 ماتشات حلوين يا عم، العب نص السيزون حلو تمام، بس هو ده اخرك يعني. هل ان انت هتاخد دوري وتاخد كاس وتاخد دوري ابطال وتاخد يا جدع عندك كانوا بيحلموا بالرباعيه. يعني لو تشوفوا العنوان بتاع اللايف بتاع مروان سري بيقول لك حلم الرباعيه. انت بتحلم بالرباعيه؟ طب هقول ان انا بتجنى على الفريق. ما تيجي نسمع من مروان سري هل هو فريق وضيع ولا لا؟ نادي وضيع دي جملة في مكانها، جملة محسوب. نادي وضيع. وشهد شاهد من اهلها. كفايه عندي الحته دي بصراحه. بس عارفين المره الجايه لما يكسبوا يا لهوي على التحفيل يا لهوي. المهم اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم محمود فاروق. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.